فيلم بيلن اللي بتحب التسوق جدا، وبتقوم تتسوق هي وصاحبتها من شيء وبيلفت نظرها جزمة حلوة جدا، فبتفكر تشتريها وتلبسها تحت فستان فرحها اللي كمان 10 أيام من إليكار راجل الأعمال الغني اللي بتحبه جدا واللي شايفاه إنه هيحقق لها كل أحلامها، لكن ما بتقدرش تشتريها عشان غالية عليها قوي. وبيمشوا وبيروحوا شغلهم وبيكونوا شغالين في محل ملابس، وبعد ما بيخلصوا شغلهم بيرجعوا المحل تاني وبتشتريها بالقسط وبتفرح بيها جدا، وبتكون مغرقه نفسها في الديون من كتر الحاجات اللي بتشتريها لجوازها. وبتروح تقابل صحابها في الكافيه وتفرجهم على اللي اشتريته لجهازها، وتبقى هي اللي مهتميه بشراء كل حاجه عشان خطيبها على طول مشغول. وبتيجي اختها بلجن وبتديها دعوات فرحها، وبيجي لها تليفون من واحد كان رايح يوصل لها شويه حاجات لشقه اليكار اللي هتتجوز فيها، وبيعرفها انه واقف قدام باب الشقه وخطيبها مش موجود، فبتعتذر لاصحابها وبتجري تروح له وبتسلم على مظهر صاحب الكافيه، وبتخرج وهي مستعجله فكان هيخبطها واحد اسمه براك بعربيته، فبتتعصب عليه وبتديله درس في الاخلاق، فبيضايقها وبيطبل لها على الطبله مع خطوات رجليها وهي ماشيه. وبيطلع صاحب مظهر وبيسلم عليه وبيحضنه، وبتروح لإليكار البيت وبتلاقيه بيخونها ومتبقاش مصدقه اللي شافته وبتبقى عايزه تقتله، فبيحاول يهديها لكن ما بتهداش وبتسيبه وبتمشي، وبتخرج وهي منهاره ومش مصدقه اللي عامله فيها إليكار، خصوصا ان هما بيحبوا بعض جدا وما كانش فاضل على جوازهم غير ايام. وبتطلع تقف على سطح بيت وبتعيط، فبتتزحلق وبتقع على عربيه خضار، وبيشوفها براك بالصدفه وبيشيلها وبيركبها عربيته وبيجري بيها على المستشفى، وبتفوق وبتفتكر خطيبها يوم ما عرض عليها الجواز وبتعيط، وبيوصلوا للمستشفى وبيعملوا لها اللازم، وبتعرف انه دكتور وبتبقى عايزه تروح لمامتها، وهي ماشيه بتشوف نفسها في المرايه وبيغمى عليها، فبيشيلها براك وبياخدها لبيته عشان يقدر يخلي باله منها، وبتفوق وبتشكره وبيتعرفوا على بعض، وبتعرف انه عايش لوحده مع كلبه تيمو وانه بيحب الحياه البسيطه، وبتبقى عايزه تروح لكن بتحس بدوخه وما بتقدرش تقوم، فبيسيبها ترتاح وبيستأذن منها عشان ورا حفله، ولما هيرجع هيوصلها بنفسه لحد بيتها. وبيروح الحفله مع فرقته الكافيه مظهر، وبيكون بيحب الموسيقى جدا. وتروح بيلن ولما بتشوفها مامتها بتتخض من شكلها، وبيروح براك ومع مظهر للاطفال الايتام اللي بيراعيهم وبيطمن عليهم، وباباه بيستغل وجوده هناك وبيروح له وبيطمن عليه، وبنلاحظ ان علاقته بباباه مش كويسه. وبنشوف بيلن وهي بتمسح كل صورها اللي بتجمعها مع خطيبها، وبيروحوا لها اصحابها عشان يواسوها، وبتعرفهم انه بيحاول يتصل بيها لكن ما بتقدرش ترد عليه، وبتشتكي لهم انها عليها ديون كتيره بسبب الحاجات اللي جابتها لجهازها، وبتتفاجئ انه راح لها وبيعتذر لها عن اللي عمله، وبيحكي لها ان اصحابه هم السبب لانهم فاجئوه بحفله توديع العزوبيه، وترجاها انها تسامحه لكن ما بتقتنعش بكلامه وبتتهمه بانه اناني، وانها كانت طول الوقت ما بتفكرش غير فيه وفي راحته، حتى تجهيزات فرحهم كانت بتعملها لوحدها عشان مشغول، وبتطرده. وبيروح براك يزور مامته في المقابر وبيقابل باباه هناك اللي بيكون خايف عليه ومش عاجبه انه بيعزف في الكافيهات عشان هو دكتور ومش محتاج لده، لكن هو حابب يعتمد على نفسه، وبيكون زعلان من باباه عشان فاكر انه السبب في موت مامته. وبنشوف بيلن اللي بتبقى لسه حزينه وبتفضل تعيط في كل مكان تروحه في شغلها وهي ماشيه وهي بتاكل، وبتروح تكمل عياطها في كافيه مظهر، وبيشوفها براك وبيطمن عليها، وبيعرف انها حزينه بسبب خيانه خطيبها ليها، فبيقول لها انه اي حد معرض للخيانه طالما اختياره من الاول غلط، وان المفروض الواحد يطور من نفسه وما يقفش عند حزنه، وعرض عليها انه يساعدها بانها تتخطى الازمه دي. وبيروح لها إليكار شغلها وبيعتذر لها تاني، وبيطلب منها تبطل عناد وترجع له عشان اللي عمله ده شيء طبيعي لاي شاب قبل الجواز، فبتشتمه وبتطرده. وبيروح لها اصحابها وبيهدوها، وبتقرر انها تنسى اللي فات وبتفكر في عرض براك ليها، وبتروح له عشان يساعدها، وبيوافق بشرط انها تعمل كل اللي هيقول لها عليه من غير ما تعرضه. واول حاجه انها ما تفكرش وتحاول تدور لنفسها على شغل اضافي تشغل نفسها بيه، وفعلا دورت لكن ما بتتوفقش، وتكون بتحب تعمل حلويات فبتعمل كيكات وبتدوقها لهم وبتعجبهم، فبيقرروا يشغلوها في الكافيه وبتفرح جدا، وبتقرر تبيع كل جهازها اللي اشتريته لجوازها وبتبيعه فعلا، وبتدي لبراك مبلغ صغير للاطفال الايتام اللي بيراعيهم، وبيروحوا ياكلوا وبتبقى مبسوطه بحياتها الجديده. وبيعرفها براك ان احسن طريقه لمسح الذكريات القديمه المؤلمه بانها تعمل ذكريات جديده، وبيبقى واضح عليهم اعجابهم ببعض. وبتروح هي وصاحبتها لشقه إليكار اللي كانت هتتجوز فيها، وبيبهدلوا حاله خالص. ولما بيرجع إليكار لبيته وبيشوفه بالشكل ده بيتعصب وبيتصل عليها لكن ما بتردش عليه، وبنلاحظها هي وبراك بانهم ابتدوا يقربوا من بعض وبيبقوا مبسوطين من الوقت اللي بيقضوا مع بعض. وبنشوف نيشي صاحبتها قاعده مع حبيبها اللي بتحبه من 7 سنين، وبتبقى مستنياه يعرض عليها الجواز لكن ما بيحصلش، فبتتعصب عليه وبتشتمه وبتمشي. وإليكار بيعرف عنوانها من اختها وبيروح لها وبيعاتبها على تدمير بيته، وانها المفروض ما كانتش عملت كده عشان ده بيتهم اللي هيعيشوا فيه مع بعض، طبعا ده في احلامه ومش هيحصل ابدا. وبتتضايق من كلامه وبتتحرق ايديها غصب عنها وبتجري وبتخرج بره، وبيخرج وراها براك، وبتبقى متضايقه عشان كل ما بتحس بتحسن بيظهر قدامها تاني، لكن براك بينصحها بانها لازم تكمل الطريق اللي مشيت فيه وتستجمع نفسها تاني، وانهم معاها وحواليها على طول هو ومظهر واصحابها اللي بيحبوها، واي الم بتحس بيه دلوقتي مع الوقت هيزول. ويشوفهم مظهر وهم مع بعض وبيدخلوا الكافيه، وبتشوف بيلن صاحبتها وهي منهاره بسبب اللي عملوا فيها حبيبها، وبتعرفهم انها سابته، فبيفضلوا يهدوا فيها وبياخدوها يسهروا سهره حلوه ويفرفشوها. ولما بيواجه مظهر براك بيعجبه بيلن بيكون رده انه بيساعدها عشان تخرج من محنتها، وبتشوفه بيلن وهو واقف مع صحباته وبيبان عليها غيرتها عليه، وفي نفس الوقت بتشوف إليكار ومع بنت، ولما بيشوفها بيضايقها اكتر،
فحبت تفهمه انها مش مهتميه بيه، فبتروح لبراك وبتقرب منه. وبعد ما بيمشي إليكار بتحس انها قربت من براك عشان حست انها حبته مش عشان تضايق إليكار، وبياخدها وبيروح ملجأ الأطفال وبيحكي لها انه مش على وفاق مع باباه عشان عايز كل حاجه على مزاجه، وان كل همه انه يسلم إدارة أعماله. فبيكون رأي بيلين بان باباه عنده حق، وحاجه جميله بانه عايز يطمن عليه. فبيفهمها بانه باباه بيحب يخطط لكل حاجه، حتى لمامته كان بيختار لها صديقاتها والمكان اللي تتسوق فيه. وفي يوم اكتشفت انه بيخونها عشان هي كانت ست رقيقه وضعيفه وما تحملتش خيانته ليها وماتت. ومن ساعتها هو مش قادر ينسى ان باباه هو السبب في موت مامته. وحكت له بيلين عن نفسها بانها كانت نفسها تدرس الطهي، لكن لما مات باباها اضطرت انها تشتغل وتساعد نفسها ومامتها. ومن هنا بدأوا يتقابلوا كل يوم ويقربوا من بعض اكتر، وبتحس انها مبسوطه وسعيده جدا وهي معاه. وفي يوم بتروح تحضر عيد ميلاد صاحبتها هي وبراك، وبتتفاجئ بإليكار هناك وبيكون سكران وبيروح لها وبيحاول ياخدها بالعافيه، فبيتعصب براك عليه وبيضربه. وبتتضايق بيلين وبتسيب الحفله وبتمشي عشان هي السبب في اللي حصل، وبتعاتب براك على اللي عمله وان المفروض ما كانش يضربه عشان كان سكران ومش عارف بيقول ايه. فعرفها انه ما اتصرفش بالشكل ده غير لما إليكار ابتدى يضايقها. ده تصرف هو مش هيقبله ابدا. فبتقول انها بتحاول تحسن من حياتها وانها ما بتدورش على بطل يكون في حياتها. فبيتضايق براك من كلامها وبيحس انها انسانه انانيه ومتردده ومش عارفه تحدد هي عايزه ايه. وبيعرف انه كان بيساعدها على انه صديقه بس مش اكتر من كده. واتخانقوا وركبها تاكسي ومشيت، وفضل طول الليل حزين وزعلان من اللي حصل. وباباه كان بيراقبه وبيطمن عليه من بعيد. وتاني يوم بيحكي المظهر عن اللي حصل، وبتوصل بيلين وبيتجاهلها براك، وبتعرف انه مسافر هو وفرقته الحفله بره البلد لمده شهرين، وبتودعه وهي زعلانه عشان مسافر. وقبل ما يسافر بيلاقي مذكرات بيلين في وسط اوراقه وبيقراها كلها. وبعد شهر ونص بيلين اتغيرت حياتها كلها وشغلت نفسها في شغل الحلويات، ومظهر حول الكافيه لمحل حلويات. وبيجي حبيب نيشيه وبيطلبها للجواز وبتوافق. وبراك كل ما يشوف بنت تشبه بيلين بيفتكرها هي، وبيلين كان دايما بيجي على بالها براك ومش عارفه تنساه. ولما بتعرف انه جه من السفر بتروح له بحجه انها بتديله دعوه فرح نيشيه، لكن بيعتذر لها انه مش هيقدر يجي عشان عنده حفله في دار الايتام في نفس اليوم. وبيبان عليهم حبهم لبعض لكن ما بيقدروش يعترفوا لبعض. وفي يوم فرح نيشيه إليكار بيشوف بيلين ويتقرب لها، ومظهر بيديها هديه فرحها ألبوم فيه صورهم كلهم مع بعض. ولما بتشوفها بيلين بتفتكر براك وذكرياتهم مع بعض، وبتديها مظهر دفتر مذكراتها اللي كان مع براك. واستغربت لانها كانت بتدور عليه. وبتدي نيشيه جزمتها اللي كانت شاريها لفرحها عشان تلبسها هي، واتبسطت بيها جدا وحضنتها. وساعة كتب الكتاب إليكار بيترجاها انها تديله فرصه تانية، فبتعرفه انها مش زعلانه منه بل بالعكس شكرته لان السبب في تغييرها. وبتقرا مذكراتها وبتلاقي براك مجاوب على اسئلتها اللي كانت بتسالها لنفسها عن العشق والحب والحياه باجابات جميله جدا. وبتسال إليكار نفس الاسئله فبيجاوبها باجابات ماديه وملهاش علاقه بالحب والمشاعر. فبتفهم ان عمره ما حبها لانه ما يعرفوش اصلا. وبيجي فقره رمي بوكيه الورد وبتمسكه بيلين وبتفتكر براك وبتحس انها ساعدتها معاه وانها ما تقدرش تعيش من غيره. فرمت البوكيه وسابت الفرح وجريت بسرعه عشان تروح له. ولما وصلت للكافيه اعتذرت له عن اللي عملته معاه وانها ندمانه وانها مش عايزه حاجه من الدنيا غيره، واعترفوا بحبهم لبعض. وبيتفاجئ ان بابا جنبه وبيكون مبسوط انه اخيرا حقق حلمه. وبيجيلها نيشيه وصاحبتها وبيفرحوا لها جدا.